أعزائي المشاهدين، نحن الآن على مشارف مديرية بيحان التي استطاع الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين تحرير عدد من المواقع، ولم يتبقى مع ميليشيا الحوثي وصالح إلا بضعة كيلوهات. وصلنا هذا المكان بعد أن قطعنا أكثر من 20 كيلو متر من موقع المجبجب حتى وصولا إلى هذه المنطقة التي تسمى بالصفحة، حيث يتواجد الجيش الوطني في أقرب موقع لحسم هذه الجبهة، ولم يعد يفرق بينه وبين مفرق حريب إلى عتق إلا ما يقارب 3 إلى 4 كيلو. معنا هنا أحد القيادة الميدانيين، قائد كتيبة الحزم الشيخ أحمد بن صالح العقيلي، ليحدثنا عن سير المعارك وإلى أين وصلت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا على المعركة الليلة الأولى الساعة 3 صباحا، وتم تحرير منطقة الساق. تحركنا من المجبجب، لبغت، وادي ذهباء، مفرق الشركة الذي متسمى بمفرق الخطير، العكيد. بدأنا على عكيد الأجورة، والآن نتواجد في عكيد الأجورة المطلة على الصفحة وعلى قرن صوفة، وهذه جندلة، وهذا المفرق مفرق حريب، لم يبعد إلا تقريبا 4 كيلو متر. طيب، ما هي الأهمية الاستراتيجية لجبهة الساق لمساندة جبهة بيحان القادمة من هذا الاتجاه؟ نعم، جبهة الساق هي التامين حقول النفط، إلى تتقدم إلى المفرق. إذا وصلت المفرق بإذن الله أن انصلح خلال اليومين القادمة، تقطع كل الإمداد والطرق، سواء التهريب إلى للحوثي أو الذي يمد الجبهات الأخرى الذي هي تمد المتبقين فيها. باقي ثلة قليلة منهم في حيد بن عقيل وفي الهجر. أما السليم والعلم الحمد لله قد تمت، وبلبوم ومناطق كثيرة الذي مكلف بها الوا 21 والوا 19 والمقاومة الشعبية. نعم، إذن كما شاهدتم مشاهدين الكرام، نحن الآن نقف في مفترق طرق حيث يتواجد الجيش الوطني من جبهة الساق من هذا الاتجاه، وكذلك بقية الوحدات اللواء 19 وال21 من هذا الاتجاه. لم يعد بينهم إلا بضعة كيلوهات حتى يلتقوا إلى المفرق الرئيسي الذي يعتبر الخط الرئيسي لميليشيا الحوثي وصالح، وبالتالي تعتبر جبهة بيحان جبهة منتهية في ظل تصاعد العمليات العسكرية في نهم وصرواح وغيرها، وبالتالي فإن معركة الحسم بإذن الله قادمة خلال الأيام القادمة. ذياب الشاطر، يمن شباب، من على مشارف مديرية بيحان.